التكوين. تحيه السيد رئيس المكتب الجهوي لجهه الرباط صاله القنيطره. تحيه السيد رئيس الجامعه الوطنيه للتكوين السيد جميل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. محمد بوميا، مسؤول قطب التكوين بالمكتب الجهوي للجامعه الوطنيه للتخييم جهه الرباط سلا القنيطره. تواجدنا اليوم هو استمرار لمسلسل التكوين الذي انطلق تحت عنوان أجي نتكونوا في نسخته الاولى في السنه الماضيه. اليوم نحن مع النسخه الثانيه اللي هي الدوره التكوينيه الشتويه رقم 2 في اطار برنامج أجي نتكونوا، برنامج الذي نعتبره برنامجا واعدا يستجيب للحاجيات ديال الاطر التربويه المتواجده بالجهه واللي كتنشط وكتزاول الانشطه ديالها طبعا في الجمعيات التربويه. والشيء الذي ينبغي ان نؤكد عليه هو ان التكوين هذا مطلب مجتمعي اساسي لجميع يعني الاطر التربويه وجميع الناس اللي كتزاول الانشطه داخل يعني الجمعيات، فهذا المطلب هو اساسي. اليوم حاولنا اننا نركزوا على شيء جديد اللي ولا فرض ذاته على الساحه التربويه والساحه الجمعويه بل على المجتمع، وهو امر صناعه المحتوى. لابد ان يكون عندنا اطر تربويه يعني عندها هذه المؤهلات وعندها هذه الملكات للتعامل مع هذا الموضوع حتى يستطيع انه يتنقل لفائده الطفوله اللي هي مرتبطه اساسا بكل ما هو رقمنه وبكل ما هو تكنولوجي. كذلك عندنا موضوع التعبير وهذا شيء اساسي جدا. ما يمكنش اننا يكون عندنا اطار جيد، اطار قادر على تنزيل البرمجه التربويه وهو ما عندوش معرفه بوسائل التعبير اللي هي متنوعه من مسرح اللي فيه التعبير الجسدي، الايقاع الميكانيكي، الديكور، كذلك المعامل التربويه اللي تخدم التواصل كخيال الظل الى غير ذلك من المعامل اللي غيستافدوا منها طبعا هاد المستفيدين في هذه الدوره ديال جهه الرباط سلا القنيطره. كذلك معمل يعني الورشه الثالثه غتكون المعامل التربويه والاشغال اليدويه، وهذا شيء اساسي جدا يعني كيحبوه الاطفال وخصنا نقووا فيه المهارات والملكات ديال الاطر ديالنا. نتمنى ان هذه النسخه ان شاء الله توفي بالغرض لانها ليست الا خطوه يعني من الخطوات اللي هي جايه في اطار مسلسل التكوين ان شاء الله. نتمنى التوفيق للدوره، نتمنى التوفيق للاخوان ديالنا مشكورين على مجهوداتهم في المكتب الجهوي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اكيد احنا اليوم جينا للقاء التكويني ديال المكتب الجهوي ديال الرباط سلا القنيطره. اكيد جدا الجامعه الوطنيه للتخييم في الفلسفه ديالها انطلاق ما يسميه المكتب الجامعي ديال الجامعه ديال الدورات التكوينيه الجهويه. بعد ما كان اللقاء الاول ديال جهه الدار البيضاء ستات، اليوم انا نحل بمدينه بوزنيقه في لقاء جد متميز ديال جهه الرباط سلا طبعا الحال، اللي هو فيه 3 محاور اساسيه ديال المحور ديال الرقمنه وكذلك ديال التعبير بالاضافه للمعامل التربويه. كما كتشوفوا كاين تجويد العرض ديال التكوين انطلاقا بمواضيع جديده. اليوم الرقمنه لها دور مهم جدا سواء مع حاجيه الطفوله المغربيه داخل المخيمات اللي فيه شيء جديد ديال الالعاب الالكترونيه، ديال الالعاب كذلك العلميه والفكريه، بالاضافه الى ما نسميه كذلك الابداع والابتكار، وعاد انه النشر والتوثيق داخل الفضاءات ديال المخيمات، وهذا مهم جدا. تعبير اليه من اليات المسرح كنعرفوا ان داخل المخيمات كتكون عندنا ورشات ديال لاكوليغرافي وكذلك ديال الالقاء والتجسيد، هذا كيعطي دور كذلك ديال التقويات وتجويد التكوين. لهذا اليوم احنا سعداء جدا بجهه الرباط سلا في هذا اللقاء التكويني اللي فيه 60 شاب وشابه، واللي كيتميز كذلك بمستويات ومهارات عاليه ديال المتدربات والمتدربين. هذا اللي كيبين لنا كاين رغبه اكيده ديال هذه الاطر التربويه المتطوعه، وحينما نقول متطوعه ربما هذا الميدان ديال التخييم الوحيد اللي باقي فيه هذا الروح التطوع، اللي فلسفه حقيقيه ديال التطوع اللي كيكون بحب وبشوق للطفوله المغربيه. وكما كتشوفوا بان التطوع في المخيمات بمعدل 3 ايام في يوم واحد، لان عدد الساعات هو 8 ايام، حنا كنطوعوا 24 ساعه من عندنا 3 ايام في يوم واحد، وهذا شرف لنا كاملين لان عندنا شباب وشابات يحملون الرساله التربويه، يحمون الطفوله، يترافعون حول حقوق الطفوله، وما يمكن الا اننا نستمروا في هذه اللقاء الجهويه عبر ربوع المملكه. عبد الرحمن أجباري، رئيس قسم المخيمات بوزاره الشباب والثقافه والتواصل.
اليوم كنعيشوا لحظة مهمة مع الجامعة الوطنية للتخييم في شخص المكتبية الجهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة. هذا اليوم هو يوم إعطاء انطلاقة ديال النسخة الثانية من واحد الدورة التكوينية طرقتها الجهة أو المكتب الجهوي، وهذا كيجسد أولا الأدوار الحقيقية للجمعيات والشبكة الجمعوية تجاه البرنامج الوطني للتخييم، باعتبار أنها الركيزة الأساسية في تنفيذ البرامج وكذلك يعني المشاريع البيداغوجية التي تتوجه إلى الطفولة المغربية. من هذا المنطلق هذه إلى رهن على الجودة، ضروري أن نراهنوا على أولا تحسين قدرات ومؤهلات الإطار التربوي. والآن احنا في واحد المحطة ديال استكمال التكوين اللي كتقوم بها المكتب الجهوي، اللي أصلا تعتمد على أطر اللي هي عندها قدرة على المواكبة على التأطير، وثم كذلك الحسن الاختيار ديال المواد، لأن المواد ديال الدورة هي مواد متكاملة، مواد اللي أولا كتستحضر الأدوار النشيطية الطبيعية التقليدية، ثم كذلك تحسين المردودية على مستوى المواكبة ديال المضامين التربوية من خلال أولا الاهتمام بصناعة المحتوى، التعبير، وكذلك الوسائل التعبيرية الجديدة. في هذا السياق هذا إلا نشدوا بحرارة على أولا المكتب الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، وكذلك نحيي كافة المكاتب الجهوية على الصعيد الوطني على الدينامية وعلى التفاعل ديالهم في أجل تطوير خدمات البرنامج الوطني التخييم.